أهلا يا بنات، يا رب تكونوا في أفضل حال. وحشتوني جدا. فيديو النهاردة مش مجرد فيديو عادي، دي ثورة جديدة في حياتنا وبيوتنا. عايزاكي تاخدي نفس عميق معايا دلوقتي وبصي حواليكي. هل حاسة ان البيت خانقك؟ هل حاسة ان كل ما تروقي مكان يرجع يتكركب في ثانية كأنك ما عملتيش حاجة؟ هل هدومك مالية الدولاب وبرضه حاسة انك ما عندكيش حاجة تلبسيها؟ لو اجابتك فانا جاية اقولك العيب مش فيكي، العيب في الكراكيب. والنهاردة هنتكلم عن السحر اللي غير حياتي وحياة ملايين من الستات في العالم. هنتكلم عن مينيماليزم او اسلوب الحياة البسيط. هعلمك ازاي تتخلصي من كراكيب بيتك فورا وتحوليه من مكان بيضغط على اعصابك لجنة مريحة نفسيا، تصحي فيها الصبح وانت مبتسمة ورايقة. الفيديو ده طويل حماسي ومليان أسرار وخطوات عملية، فيلا يا شاطرة شغلي الفيديو ده في الخلفية وهاتي مشروبك وابدأي اتحركي معايا في البيت واحنا بنسمع، ويلا بينا نغير حياتنا. وأول حاجة تجربتي الشخصية من فخ الشراء لراحة البال. خليني احكي لكم تجربة شخصية مريت بيها بنفسي وعمري ما هنساها. زمان كنت فاكرة ان السعادة في ان كل ما انزل السوق او ادخل موقع اونلاين اشتري ديكورات جديدة، مجات شكلها حلو، منظمات بلاستيك عشان انظم الكراكيب، وهدوم بشتريها لمجرد ان عليها تخفيض. وفجأة لقيت نفسي غرقانة، الدولاب مش بيلحق يقفل، المطبخ مليان ادوات واجهزة بستخدمها مرة واحدة في السنة وواخدة مساحة على الرخامة، والبيت محتاج تنظيف 24 ساعة وبرضو شكله مكركب. كنت بحس بأوفر ثينكينج وضغط نفسي رهيب، لدرجة اني ما كنتش ببقى طايقة اقعد في الصالة. لحد ما في يوم وقفت وقلت بس انا مش هعيش عشان اخدم الاشياء هي اللي لازم تخدمني. وبدأت اقرأ عن الموناماليزم واكتشفت الكذبة الكبرى. احنا مش محتاجين منظمات اكثر، احنا محتاجين اشياء اقل. لما بدأت اتخلص من الكراكيب مش بس بيتي اللي راق، انا نفسي وعقلي وصحتي النفسية ارتاحت، وبقى عندي وقت لنفسي لبنتي ولهواياتي. وده اللي انا جاية انقله لكم بالتفصيل. يا بنات، في مفهوم غلط جدا عن المينيماليزم. الناس فاكرة انه معناه ان بيتك يكون ابيض وفاضي تماما وما عندكيش غير كرسي واحد وطبق واحد. طبعا لا، المينيماليزم الحقيقي هو انك تعيشي فقط بالاشياء اللي بتحبيها فعلا واللي بتستخدميها وبتحقق لك قيمة حقيقية في حياتك. يعني بيتك يكون مليان مساحات واسعة عينك ترتاح لما تبصلها. المينيماليزم مش حرمان، دي حرية من التفكير وحرية في التنظيف اللانهائي وتوفير لفلوسك اللي بتضيع في حاجات ملهاش لازمة. وتعالي نتخلص من الكراكيب فورا. جاهزة؟ يلا نرفع كمامنا ونبدأ خطة التطهير الشاملة للبيت غرفة غرفة. أول حاجة دولاب الملابس. ادخلي على دولابك فورا، أي قطعة بقالها سنة كاملة ما بتلبسيهاش طلعيها برا فورا، اتبرعي بيها أو بيعيها. فخ بقى انك تسيبيها يمكن اخس والبسها او سيبيها للمناسبات، ده بيسحب طاقتك. خلي دولابك يتنفس، لما تفتحيه تشوفي بس القطع اللي بتخليكي حاسة بالثقة والجمال. وتاني حاجة المطبخ، مملكة الكراكيب السرية. الرخامة لازم تكون فاضية بنسبة 80%. طقم الحلل اللي مقشر وسايباه احتياطي ارميه فورا. وال20 مج اللي شكلهم حلو وبتستخدمي منهم 2 بس اتبرعي بالباقي. برطمانات الصلصة الفاضية اللي بنشيلها عشان يمكن نحتاجها اتخلصي منها فورا.
المطبخ الفاضي بيخلي طبخك أسرع ونفسيتك أهدى بمليون مرة. ونيجي بقى للصالة وغرفة المعيشة اللي هما عنوان راحتك. شيل الديكورات الزيادة والمشيات الكتير اللي بتلم تراب. خلي الترابيزات والأسطح واسعة وفاضية. الديكور البسيط بيدي إيحاء بالفخامة والوسع، كأنك قاعدة في فندق 5 نجوم. ونيجي بقى للجانب النفسي، ازاي تقاومي رغبة الشراء. بعد ما نضفنا البيت ازاي نحافظ عليه، وهقولك على كام قاعدة كده لمنع دخول كراكيب جديدة. اول حاجة قاعدة الاون ان والاون اوت. دخلت قطعة هدوم جديدة البيت، في قطعة قديمة لازم تخرج قصادها فورا. اشتريتي مج جديد، في مج قديم يخرج. وبكده هتضمني ان حجم الاشياء في بيتك ثابت وما بيكبرش. نيجي بقى لتحدي 48 ساعة قبل الشراء. لو عجبك اي حاجة اونلاين او في محل، استني يومين كاملين قبل ما تشتريها. 90% من الوقت هتكتشفي انك نسيتيها اصلا، وانها كانت مجرد رغبة لحظية. عايزة اقولكم يا بنات، بيتك هو مملكتك، وهو المكان اللي المفروض يرجعلك طاقتك مش يسحبها منك. الكراكيب اللي في البيت هي انعكاس للكراكيب اللي جوه عقلك. لما تحرري بيتك انتي بتحرري نفسك. عايزاكي من النهاردة تاخدي خطوة. مش لازم تعملي البيت كله في يوم واحد، ابدأي بنص ساعة كل يوم، وشوفي بالتدريج ازاي بيتك هيتحول لمكان هادي مريح ومليان سلام نفسي. لو وصلتي معايا للدقيقة دي من الفيديو فأنا فخورة بيكي جدا، وواثقة انك هتقومي وتغيري حياتك. ما تنسيش تعملي لايك حماسي للفيديو، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان تكبري معانا في عيلتنا. واكتبيلي في التعليقات ايه اول غرفة هتبدأي تطبقي فيها المينيماليزم فورا. اشوفكم في الفيديو اللي جاي بكل طاقة وايجابية، بهدوء وبكل حب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.